احنا في حالة حرب، ونسبة المشاركة هي عنوان، وإلا وأنا بقولها البلد دي هتدخل في مشاكل كبيرة جدا إذا ما جبناش النسبة القوية اللي تخلي اللي بره وخونة الداخل يتلموا. البلد دي هتدخل في مشاكل كبيرة، والشعب المصري يتحمل مسؤوليته من الآن. يتحمل الشعب المصري مسؤوليته من الآن، ويتحمل شباب مصر مسؤوليته من الآن، ويتحمل أي حد مسؤوليته من الآن. دي واحد. إذا كانت البلد هتتعامل معاهم بالطريقة دي، بطريقة كل واحد يلا أنا قاطع أنا ماليش دعوة، يبقى ليبيا أهي جنبكم وسوريا أهي جنبكم، وأي حد ما ينزلش الانتخابات أنت بتدي قبلة الحياة للإرهابيين، وبتدي الأمريكان والغرب مبرر إنه أهو اتفضلوا، هو ده 30 يونيو، هو ده كذا. أنا بسأل سؤال بصراحة وبوضوح. المشير لما نادى الناس في 24 يوليو انزلوا، نزل له حوالي 40 مليون. ايه اللي حصل من 26 يوليو لغايه دلوقتي؟ مع ان الراجل اللي كان في الحكم ما كانش يعني بيدير، كان وزير دفاع ولا اي حاجه. يبقى يا استاذ عمرو في حاجه غلط، في حاجه غلط في الاداء اللي احنا شفناه الايام اللي فاتت، ومش مستعدين ولادنا يتشردوا، ولا الارهاب يقوى تاني، ولا المؤامره تستمر. اطلعوا، واللي ما يطلعش خاين 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 وبيبيع البلد دي ايا كانت المبررات. اطلع وروح اعمل كده، قول مش عايز، انت حر، بس اطلع وشارك. لكن النهارده ازاي اب يسيب اولاده